يواصل المنتخب المغربي استعداده لمواجهة المقبلة وسط حالة من الترقب الكبير في أوساط الجماهير المغربية التي تترقب إعلان عن آخر المستجدات المتعلقة بالتشكيلة والجاهزية البدنية للاعبين والخطة التي سيعتمدها الطاقم الفني. تتجه الأنظار إلى المعسكر الإعدادي للأسود الأطلس، حيث يعمل الجهاز الفني على رفع مستوى التدريب وتصحيح بعض الجوانب التكتيكية بهدف ظهور بأفضل المستوى وتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة القادمة. ومن المنتظر أن تشهد قائمة المنتخب أول المنافسة القوية بين عدد من اللاعبين لحجز مكان في التشكيلة الأساسية، خاصة في ظل تألق العديد من المحترفين مع أنديتهم خلال الفترة الأخيرة، هو ما يمنح المدرب اختيارات متعددة في مختلف المراكز. كما يواصل الطاقم الطبي متابعة حالة البدنية لجميع العناصر ضمن دخولهم المباراة بكامل الجاهزية، مع حرص على تفادي الإصابات التي قد تؤثر على الفريق. ويعتقد الجماهير المغربية أملا كبيرا على النجوم المنتخب لمواصلة التقدم والعروض القوية التي جعلت أسود الأطلس من أبرز المنتخبات على الساحة الدولية، خصوصا بعد النتائج المميزة التي حققها الفريق في السنوات الأخيرة. وخلال الساعات المقبلة ينتظر صدور مستجدات رسمية بشأن آخر التحضيرات، إلى جانب أي إعلانات تتعلق بقائمة النهائية والجوانب الفنية الخاصة بالمواجهة المرتقبة. يبقى هدف المنتخب المغربي واضحا، وهو مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية وإسعاد الجماهير المغربية التي تنتظر أداء قوية ويعكس المكانة التي وصل إليها الأسود الأطلس على المستوى